تي او تي يعني ايه؟ بسمع الاسم ده بقالي كتير قوي. كل اللي عايز يدرس او عايز يدي محاضرات يقول لك روح خد كورس تي او تي وهتبقى محاضر كويس جدا. كنتش مقتنعه بالكلام ده لغايه لما قابلت ساره هلال. بقالي سنه بالظبط بتابع ساره هلال، لقيت كورس اسمه يونيك ترينر. يعني ايه؟ هتعمل ايه زياده عن كل اللي بسمعه من الناس التانية. بدات اتابع ساره، بدات احضر لها اول ويبينار، وبعديها قلت خلاص انا هكون معاها. ليه وعشان ايه وازاي؟ حد مختلف، مش مجرد حد اكاديمي بيديك كلام في كتب، مش مجرد بس حاجه بتتعلمها كده عشان تكمل طريقك، لا، حد بيطلع شخصيتك، حد بيعرف يلمس نقاط الجوه عندك وازاي يخليك يطلع كورس كويس بطبيعتك، ازاي تقويك وازاي تعلمك مهارات فعلا التدريب. مش مجرد ان انت تحفظ كلمتين وتقف على الستاج وتقول خلاص انا بقيت مدرب. ده طلع المشوار طويل قوي، طلع الدنيا تانية، عايزه حد متمكن فيه. الوحيده اللي قدرت تقنعني ان انا اخد الكورس من غير ما اعمل معاها مكالمه تليفون، مجرد بس متابعتها للبوستس الفور فري بتاعتها، الويبينار، اتعلمت منها حاجات كتير قبل ما اخد الكورس. اما اخدت الكورس اختلف معايا 180 درجه. ليه؟ لاني انا حد تقريبا بقالي سنتين عايزه اطلع بالكورس بتاعي، عايزه اقدم الكورس بتاعي، مش عارفه اقدمه لاني شايفه ان انا هكون نسخه من كل الناس اللي موجوده في السوق، وانا ما بحبش اكون كده. انا بحب اكون يونيك، وهي فعلا حد يونيك. اتمنى ان اي حد عايز يدخل مجال التدريب ياخد الكورس مع ساره. الكورس مميز جدا، هيفيدك على ارض الواقع، فعلا هتخرج منه مرتب كل حاجه، من اول ازاي تفكر وازاي تعرف شخصيتك، لازاي تتعامل مع المتدربين اللي معاك، لازاي تبقى مميز وحاطط بصمتك في السوق. اوصيكم ان انتوا تاخدوا الكورس ومش هتندموا ابدا. ميرسي ليكي يا ساره، وميرسي على الكورس الجميل اللي قدر يخرج كل اللي جوايا للنور. ميرسي.